السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب. ايش اخباركم؟ ان شاء الله تمام. اليوم راح اشرح طريقة كشف الايميل بعد ما الهيلو طبعا بطل يشتغل عند اغلب الناس، بطل يستجيب. راح نقوم اليوم بشرح الطريقة. طبعا هان نورس شرح او حكى طريقة، لكن ما شرح كيفية العمل. طبعا راح تقوم انت بالدخول الى الرابط من المتصفح اللي بيدخل من متصفح الفيس. فبقول له يعني في الاغلبية راح يفشل الموضوع معه، او مش راح يعرف يحمل، راح يقول لك الرابط مش شغال والرابط فاشل والروابط خربانة، ما بعرف ايش. المهم راح تنقي اول نسخة نزل للفيسبوك ليه. انا راح احط لكم الرابط تحتيها، تحت اسفل الفيديو، عشان ما تصعبش عليكم. تحميل النسخة، طبعا راح احط تحميل. راح احط ايش ستارت. راح استنى النسخة تنزل لحد ما تنزل. اظن عندنا نازلة من قبل هيك يعني. راح اقوم بتثبيت النسخة. طبعا لازم تحذف النسخة القديمة اللي موجودة على جهازك. طبعا راح اقوم بتثبيت النسخة. بعد ما يقوم بتثبيت النسخة، تقوم بفتح النسخة زي ما احنا شايفين. هنا تقوم بتسجيل الحساب. بعد ما باسورد غلط، نسيت كلمة المرور، معلش يا جماعة. المهم بعد ما قم تسجيل الدخول، راح يطلب منك مزامنة لجهات الاتصال. انا يمكن عشان عامل زي ما انتم شايفين، طلب مني مزامنة جهات الاتصال كليتها. تحط موافق، مزامنة الكل. بعد هيك تطلع تروح على الأشخاص الموجودة في الاتصال. راح تدور على اسم الشخص اللي بدك ايش طلع ايميله. طبعا راح ادور بين الاشخاص يلي، طبعا مش راح اطلع الكل لانه الايميل مخفي، ما راح يظهر معك. فزي ما انتم شايفين، راح تظهر لكم ايميلات وايميلات لا. راح ادور دور. هذا ظهر رقم التليفون. طبعا كل اشي موجود هنا يعني زي ما احنا شايفين. ظهر لي كل الايميلات خاصة بالاصدقاء زي ما احنا شايفين. وهي طريقة كشف البريد بعد ما وقف برنامج الهيلو. يعطيكم الف عافية.